السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شغلة نسويها قبل دخولنا للشات نحمل الجافة الخاصة بالدردشة، نضغط على كلمة هنا، ومثل ما تلاحظون يتم تحميل السبيكي شات الخاص بالدردشة. نفتح برنامج السبيكي شات أو الجافة الخاصة بالبرنامج ونغلق الدردشة إغلاق تام. مثل ما تلاحظون نضغط على كلمة next، الجافة تنصبت بالجهاز. طبعا بعد ما حملنا السبيكي شات او الجافة الخاصة بالدردشة نرجع نفتح دردشة عراقي فويس وندخل كزوار للموقع. طبعا تختارون الصورة اذا كان شخص ولد او اذا كنتي بنت. هاي الصور موجودة قدامكم. الان نقدر ندخل عن طريق ارقام او ندخل عن طريق كتابة، مو شرط يعني مهما كان الاسم عربي او انجليزي ما يفرق. طبعا نجرب هذا الاسم. مثل ما تلاحظون ابديت سريع يظهر للمرة الاولى فقط، ومثل ما تلاحظون انا سويت تسجيل دخول.